سنة أو سنتين من دلوقتي، لأنه نوع من ملفات الصور بيضغط مساحة الصورة حتى 10 أضعاف الحجم الأصلي. ضغط الصور ده بيكون بخوارزمية عملتها Joint Photographic Experts Group أو JPEG، والنهاردة هنتكلم بيشتغل إزاي بس من غير ماث. JPEG نوع من أنواع اللوسي كومبريشنز، بيضغط الصورة عن طريق مسح التفاصيل الغير هامة لعين الإنسان من الصورة، وده طبعا بيصغر الحجم لكن بيقلل الجودة. الألجوريثم بيعتمد على إن عين الإنسان بتلاحظ فرق البرايتنس أحسن بكتير من فرق درجات اللون، وخطواته كالتالي: 1. بيغير تمثيل اللون بحيث يفصل البرايتنس عن اللون او الكروما. 2. بيعمل كولر داون سامبل، بمعنى انه بيحط كل 4 بيكسل جنب بعض بلون واحد، والخطوه دي كده بيمسح فيها داتا. 3. بيقسم الصوره لبلوكات صغيره. 4. بيعمل عمليات رياضيه بحيث يخزن البلوكات كفروق بين الالوان بدل ما يخزنها كقيم في الالوان. 5. بيشيل اي فروق بين الالوان العين ما تلاحظهاش ويعتبرها ما فيهاش اي فرق، والخطوه دي برضو بيمسح فيها داتا تاني. 6. تصغير حجم الملف بدون ما يمسح منه داتا تاني.